هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى وبينا. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى وبينا. إلا لما نبقى حاطين مع بعضنا ونبقى رجالة مع بعضنا. ولو كنت لي الأمر ده وأصبحت نائب، البرلمان لو استمر سنة أو اثنين أو خدت عمره 5 سنين، عاوز أخرج من البرلمان وأنا مع حضرتك راضي. لا ضحكت عليك ولا كذبت عليك ولا نفقتك ولا وعدتك بحاجة ما عملتهاش. عاوز انا لما اجي لك في يوم من الايام وانا مش نائب ولا صابر احمد عفو بس، لا عمده ولا نائب، تحترمني زي ما بحترمك. هدفي ان احنا نكون عندنا شيء من المصداقيه. والمصداقيه النهارده بتقول ان ظروف مصر تنقسم الى قسمين: قسم امن قومي وقسم المفروض الذي يقوم به نائب البرلمان، المنوط به نائب البرلمان. الامن القومي مصر زمان واحنا تلامذه وطلبه في اعدادي كانوا اساتذتنا بيدرسوا لنا وبيقولوا لنا ان الحملات الفرنسيه والغزو ومش الغزو كان دايما العدو بتاعك عدو واحد وبيجي من باب واحد ومن اتجاه واحد. النهارده مصر بتحارب من كل الجهات، بل بتحارب من اهلها وناسها من جواها اللي كانوا في خيرها وتربوا على ارضها وشربوا من منها يحاربوها ويسلوها وبيموتوا شبابها. واسمحوا لي لان احنا الوقت اللي انا واقفها دلوقتي والقعده اللي حضراتكم قاعدينها لولا شهداء ولولا دم وغريق على الارض مش قعدنا القعده دي عن زمان مصر غير مصر النهارده. اسمحوا لي رغم حضراتكم وقفتوا مره احتراما وتقديرا للشهداء، نقف كمان مره نقرا فتحه شهداء مصر من جنود وكبار وقضاء وافراد ماتوا بسبيل تحرير هذا الوطن. فلازم النائب القادم اللي هيجي من ضمن 33 ماضيين على حضرتك لازم يجي تقرا السي في بتاعه كويس، تقرا ماضيه كويس، تقرا تاريخه كويس. انسان صالح تمام ونعم، واقسم بالله العلي العظيم وانا في مكان لو في 4 من 33 صالحين وانا مش منهم هديهم طبعا سنه. مفيش مشاكل عندي خالص. وانا مش من عبد بالمناصب. انا حامد ربنا وشاكر فضله عليا كلنا فيه. انا انسان اقل خلق الله، بحظر باحترام الناس وبحترم الناس، بحظر بحب الناس وبحب الناس، بشارك الناس في افراحهم واحزانهم وهم بيشاركوني بافراحي واحزاني. لو في مشكله بحضرها ولو في عندي مشكله لازم تحضر لي. انا عاوز ايه تاني؟ نعمه وفضل من عند ربنا. ولما كنت رافض انا في يوم من الايام الترشح كنت رافضه عشان خايف على علاقتي بالناس يشوفها شائبه، لان انا عارف ان دور البرلمان هيبقى دور تشريعي رقابي والخدمات هتبقى بسيطه فيه والناس كلها لها خدمات ولها مطالب وانا هيصعب عليا تنفيذ المطالب، فبالتالي هفقد شيء من الناس. ولكن الشيء الوحيد اللي خلى جنب قلبي ان انا قلت هتكلم مع الناس بصراحه وبوضوح. عجبهم اهلا وسهلا متفقين، ما عجبهمش يبقى يريحوني وانا